هذا بما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث حذافة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع. وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة للوتر، أن هذه الصلاة، هذه الركعة أو هذه 3 ركعات خير لنا من حمر النعم. وقد كان الصحابة وفي زمنهم حمر النعم هذا هو أعلى ما يكون، هو الدنيا كلها. من يملك حمر النعم فهو يملك الدنيا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ولهذا تستغرب من بعض الناس وهو أنه يعني حال نومه قبل أن ينام يفرط في هذه الركعة و3 ركعات، وهي ترفع ميزانه وترفع حسناته، وهي مظنة لاستجابة الدعاء. وصلاة الوتر كما سيأتينا مخففة تخفيفا لا نظير له في الصلوات، لا نظير له. فهي توتر بركعة، تصلى بركعة، يكفي ركعة واحدة. بينما سائر التطوعات لا توجد فيها ركعة، لا توجد من التطوعات ركعة واحدة إلا الوتر، إلا